احصائيات بينات بان سنه 2026 الفرص فيها كثيره، وهي احسن سنه ممكن تبدا فيها الاونلاين بسبب الفرص اللي كاينين متاحه الان واللي ما كانوش قبل. لاول مره في التاريخ ممكن تصاوب فيديو، تصاوب سكريبت، تقاد كل شيء بلا ما تحتاج لا استوديو، بلا ما تحتاج ميكرو يكون واعر، وبلا ما تحتاج واحد الكاميرا اللي واعره، كل شيء بالذكاء الاصطناعي. ولكن بزاف ديال الناس شنو كيطرى لهم هو فاش كيبغيو يدخلوا للمجال ديال الانترنت او العمل في الانترنت ولا الاونلاين، كيبقاو يشوفوا فيديو ورا فيديو، فيديو ورا فيديو، وكيتلفوا وما كيعرفوش شنو يديروا. كيعرفوا لي دومين اللي كاينين، كيعرفوا لي دومين اللي دايرين فيهم الناس الفلوس، ولكن تالفين بكثره المعلومات اللي كاينين دابا متوفرين بزاف. داكشي علاش قررت ندير هذا الفيديو اللي غنهضروا فيه على 5 ديال لي دومين ممكن دير بهم مليون اوف دولارز من الانترنت. اكيد ماشي في عام واحد غدير مليون دولار، ولكن غتبدا دير ارقام كبيره وكبيره من العام الاول. شي علاش ما تنساش تبارطاج هذا الفيديو مع الناس اللي باقيين تالفين، اللي باغيين يدخلوا الاونلاين وما عارفين شكون هما المجالات اللي فيهم العقل، اللي فيهم الفلوس. بارطاجي هذا الفيديو معاهم غادي ينفعهم بزاف. دير سبسكرايب الا باقي ما درتيش سبسكرايب، خلي كومونتير زوين او خايب، جيم الا عجبتك لا فيديو في الاخر، ونبداو على بركه الله. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا. اول دومين اللي غنهضروا عليه اليوم هو دومين اللي كثر الهضره عليه بزاف مؤخرا. ناس كيهضروا عليه وكذا. الفيديو هذا الفيديو شفتيه، الفيديو ما شفتيش، اكيد غتكون عرفتيه، اللي هو الفيس ليست شانل. الفيس ليست شانل ببساطه القول هو كتصور واحد الفيديو او كتصاوب واحد الفيديو بلا ما تحتاج انك تصور راسك، غير بالذكاء الاصطناعي. فيس ليست شانل هو انك تاخذ، يعني كتعطي واحد البرومبت، سواء نانو بانانا، سواء لي تولز ديال الذكاء الاصطناعي، وكتقول له جينيري لي واحد الفيديو سواء فيه مثلا حيوانات اللي كيهضروا، دي زانيمو اللي كيهضروا مع بعضياتهم، او قصه مثلا نقدر تردها على شكل فيديو جينيريه بالاي اي. والسكريبت ديك الساعه ديال القصه ممكن تقادو سواء بجيميناي سواء اوبن اي اي، غادي يعاونك باش تقاد السكريبت وصافي. والمونتاج كتمونطي يا اما بكاب كات، ان شوت الى اخره، لي لوجيسيال او لي زابليكاسيون ديال المونتاج اللي نتوما عارفينهم. فهاد الفيس ليست شانل او لي فيديو اللي مجينيرين بالاي اي ما كياخذوش الوقت بزاف، وما كيحتاجوش دي ماتيريو ما افونسين بزاف، اللي ما غتحتاج واحد الكاميرا اللي هي هربانه، وما غتحتاج واحد الميكرو اللي هو واعر، لان كلشي اللي غتحتاجو هو بيسي و انترنت صافي. يعني ما غتحتاجش واحد الكابيتال اللي هو كبير بزاف. والارقام اللي كيديروهم الناس ارقام خياليه من هذا الدومين ديال الفيس ليست شانل. اكيد الا مشيتي دابا وشفتي فيديو جينيري بالاي اي غادي تلقى على الاقل مليونز اوف فيو، 3 المليون الى اخره. الدومين رقم 2 هو دومين شويه مركب، غنحاولوا نجمعوهم بجوج، اللي هو الايديتين والاس ام ام ام. الاس ام ام هو السوشيال ميديا مانجمنت والايديتين. بزاف ديال الشركات كتكون عندهم مثلا واحد لاكتيفيتي، يعني واحد النشاط، ولكن ما كيلقاوش اللي صاوب ليهم لا كرياسيون دو كونتوني ديالهم. مثلا نعطي على سبيل المثال شركه ديال المحاماه، ولكن ما كيلقاوش الوقت لانهم كيكونوا دائما مشغولين في المحاكم وفي لي دوسي الى اخره، لي دوسي ليكو كيكونوا غارقين فيهم، فما كيلقاوش الوقت كيفاش يروجوا بيني ديالهم مثلا ديال المحاماه سوغ لي سوشيال ميديا. او ما كتلقى ديجا ما عارفينش كيفاش، واخا عندهم مثلا الوقت ما كيعرفوش، ما عندهمش لي كومبيتونس نيسيسير، المهارات الكافيه باش انهم يكريو دو كونتوني سوغ لي ريزو سوسيو. دونك انت شنو كدير؟ كتنيشي هاد لي بيرسون هادو، كتمشي كضرب طليله بعدا على لاباج انستغرام ديالهم، كتشوف شنو هما لي فاي اللي عندهم، شنو هما الحوايج اللي تقدر تخدم عليهم، وكتصيفط لهم ان ميساج كتقول لهم فوالا انا صاوبت هاد لي فيديو هاد لي فيديو هاد لي فيديو، خصك ضروري تجيب واحد البورتفوي ديال لي فيديو اللي ديجا درتي لهم الايديتين، او دي فيديو اللي ديجا صورتيهم نتايا بوغ اون اوتر اجونس ولا كذا. الا ما عندكش واحد البورتفوليو ديال الفيديو، خاصك تصاوب لهم فيديو اللي هما فيديو يكون اشهاري، وتصيفطوا لهم وتقول لهم هذا الفيديو هو راه فابور، ممكن تحطوه على لي ريزو سوسيو ديالكم، ولكن بشرط دير معكم ان كونطرا. ابخي غنصاوب لكم لي فيديو مثلا 3 المرات في السيمانه، نديروا واحد الكالوندري اديتوريال، يعني شحال غادي نحطوا كل سيمانه، وغادي ندير معكم سواء مثلا بالفيديو او ندير مثلا واحد الاشتراك اللي واش غادي يخلصوك، يعني دو فاسون مونسيوال، مثلا 2000 درهم 3000 درهم الى اخره. فهنا غادي تبدا تعطيهم بعدا واحد لو سيرفيس اللي هو فور فري، اللي هو فابور، تقول لهم فوالا قاد لكم واحد الفيديو مونتاج الى اخره، مي ابخي نيكست فيديو خصنا ندير واحد لو كونطرا باش نبقى خدام معكم على طول الشهر. طبيعه الحال الا عجبهم الفيديو ديالك ما غاديش يرفضوا، سينو الا ما عجبهمش الفيديو او مثلا ماشي انتريسي، او مثلا ماشي انتريسي مثلا في لا بريزونس ديجيتال، يعني الحضور على مواقع التواصل،
خاصك تكمل نيكست كلاينت، تصيفط لكليون اخر وتبقى غادي هكا تطيح على لو ميور كليون. الثالث الدومين اللي هو ديال لي فورماسيون. بزاف ديال الناس عارفين او شادين شي حاجه، عندهم مهارات اللي هي ما عندش ناس اخرين، وممكن هذوك الناس الاخرين كيقلبوا عليها. مثلا كاين اللي عنده مهاره ديال الطبخ، يعني كيعرف يطيب، عنده مع الوصفات، او مثلا امراه او راجل كنعرفوا الطبخ، يعني حد كاين فيه العيالات وحتى الرجال، ولربما الرجال اكثر لان عالميا اغلبيه لي شاف فهم رجال. ولكن هذا موضوع اخر، ما غندخلش في هذا النقاش هذا، نخلينا في النقاش ديالنا. كما قلت المهاره ديال الطبخ، كاين بزاف ديال الناس عندهم مع الطبخ كيعرفوا كيفاش يطيبوا مزيان، وكاينين الناس اللي ما كيعرفوش يطيبوا مزيان يلا بداو كيتعلموا. او فهاد المهاره ديال الطبخ ممكن انك تتعلمها، دير واحد الفورماسيون كومبليت من ا حتى زد على مثلا المطبخ المغربي، دير مثلا بيسا مثلا كسكسو، دير مصاحبه مع اللي غيتسجل معاك في الفورماسيون، تصاوب مثلا اون بلاتفورم او مثلا سوغ لو درايف، عطيهم لا بوسيبيليتي انهم يسولوا دي كيسيون، داكشي انتراكتيف. ما تقدرش غير تطبق عليه على الطبخ، كاين بزاف ديال المجالات او المجالات ديال الديجيتال. بزاف ديال الناس مثلا داخلين لو كوميرس باقي ما كيعرفوش كيفاش يطلقوا الادز، باقي ما كيعرفوش كيفاش يكريو لاندين بيج، كيفاش يصاوبوا الكرياتيف يعني الفيديوهات الاشهاريه لي برودوي ديالهم. ممكن ايضا الا كنتي عندك مع الفرنسي او عندك مع لونجلي او شي لغه، ممكن تعلم هذه اللغه الاخرين ودير معاهم مثلا دي لايف دو سوتيان انستغرام ولا شي حاجه، وتقول مثلا اللي بغى دير معاه مصاحبه او نوجد معاه مثلا الامتحانات الوطنيه. كنعرفوا الامتحان الوطني كيكون في اللغه الانجليزيه او الامتحان الجهوي في اللغه الفرنسيه، يدخل لهذا لوكو سكيلز ديال الكوميونيكيشن الا كنتي ديجا عندك هذا السكيل هذا. دونك رابع دومين اللي هو ديال الديجيتال برودكت. الديجيتال برودكت هو دومين اللي بسيط، دومين اللي ما فيش تعقيدات بزاف، دومين اللي حتى لا كونكورونس باقي عاد في تصاعد، يعني ما كايناش لا كونكورونس بزاف. لي دومين هادو اللي كان نقولهم، فماشي فقط مشيت وسولت شات جي بي تي وقلت له شنو هما احسن 5 لي دومين اللي غندير في 2026، ولكن هادو بشهادات ناس ديجا كيديروا مليون اوف دولارز، كيديروا ارقام كبيره في هذه الدومين هذا. دونك ديجيتال برودكت هو تبسيط الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو الديجيتال برودكت او منتوج رقمي. هو منتوج اللي ما عندوش واحد الصيغه اللي هي ملموسه، واحد المنتوج اللي بحال مثلا شي بي دي اف اللي فيه فورماسيون، بار اكزومبل واحد لو ديزاين كانفا مثلا اللي قديتيه زوين، مقاد ديال مثلا شي تمبليت ديال رابور مثلا بي اف او. بزاف ديال الناس كيبغيو في الوقيته ديال سوتونس يلقاو شي رابور بي اف او يكونوا واجدين. دونك ممكن هذاك التمبليت تاع سيت ويب ايتسي بحال وون كوميرس، والناس اللي باغيين يشريو ديك التمبليت يخدموا بها كيخلصوا مثلا دولار ولا 3 دولار وكيستافدوا منها. ممكن يكون اكسل لا كونطابيليتي مثلا كيفاش دير الكادراج ديال التي في. الناس ديال الكونطابيليتي غادي يعرفوا علاش كنهضر. ممكن تاخذ هذاك الاكسل اللي كيعاون كيفاش تحسب التي في ديالك وكذا وتحطو سوغ لا بلاتفورم وتبيع وتشري فيه، وانت فقط كتحط واحد الكرياتيف وكيبقى خدام على طول السنه. اخر دومين ودومين اللي ما بقاوش كيهتموا به الناس بزاف، كان واحد الوقيته في لو بيك ديالو في 2018 2019 2021 حتى 2022، ولكن بحال الناس تغافلوا عليه. ولكن هذا الدومين باقي حاضر وبقوه وشهادات ناس ديجا كاينين فيه. الدومين اللي كنهضر عليه هو الدومين ديال الاي بوكس، وخصوصا يصطلح عليه بالكي دي بي، ولكن دابا ولا كيتعرف بالاي بوكس اكثر. الكي دي بي في الاول كان بادي بما يسمى بالنوت بوكس، يعني لو كونتنت نوت بوكس. نوت بوكس هو كتصاوب الكفر ديال هذاك النوت بوك، هذاك المذكره باللغه العربيه، وكتكون لداخل دي باج خاويين. ديك الساعه الناس كيشريو هذاك النوت بوك وكيكتبوا فيه الكيرات ديالهم، يا اما كيشريه يعني الشخص اللي هو، او كيشريه مثلا كادو مثلا الزميله ديالو في العمل، او مثلا الزوجه ديالو او الخطيبه ديالو الى ام ديالو ويمكن. فهذا الشيء كان في الاول يعني تقريبا هذيك شويه 2019 2020. ابخي ولاو الناس طوروا شويه من هذا الدومين، ما بقاش مقتصر على لي نوت بوك اللي خاويين ولكن دابا انتقلوا لما يسمى بالاي بوكس. يعني كتكون واحد القصه، شفت واحد المثال مؤخرا ديال قصص الانبياء يلعبوا على الصور، خصوصا في لانيش ديال الاطفال، كيفيزيو لانيش ديال الاطفال جينيري بالاي. انت فقط انك تقاد الكفر ديال ديك القصه او ديال هذاك الاي بوك، والقصه كامله كتجينيرها بالاي اي بالتصاور ديالها بكلشي. كلشي كما قلت ما غيحتاجش منك واحد الفلوس اللي هي كثيره، مجرد بيسي وكونيكسيون تكون مزيانه، فقط تكون عندك شويه ديال الابداع لينوفاسيون. نقول عليكم في هذا الفيديو، والمهم الان هو على شنو هما لي دومين اللي قدوا يداروا، شنو هما لي دومين اللي كاين فيهم ما يدار. انت ما عليك الا تشوف شنو هو السكيلز اللي عندك، شنو هما، واش عندك مع الديزاين، واش عندك اكثر مع الكوميرس، وانت باغي انك تعطيها الناس تشريها مع الناس. الا بان لك شي دومين اللي هو مزيان في هاد لي دومين هادو، قول لنا في التعليق، قول لي هاد الدومين مثلا كيبان لي مزيان وغادي ننطلق فيه وغادي ندير ان تشالنج في كل شهر الرقم اكس او ايكغيك. قول لنا في التعليقات. الا كاين شي دومين اللي ما هضرناش عليه كذلك قول لنا في التعليقات. وكيف العاده ما تنساش بارطاجي هذا الفيديو مع اي واحد اللي باغي يبدا في الاونلاين ولكن باقي ما عارفش وباقي تالف
وحاير بزاف. بارطاجي مع هذا الفيديو غادي تعاونوا بزاف. وصديق هاشمي من لاشين فينوس حلال بالدارجه كنقول لكم نشوفكم في الفيديو الجاي.